بقول لك يا سيكا يا اسطى، يا بخو، قول لي كده ايه فتاة احلامك او مواصفات فتاة احلامك اللي انت عايز تتجوزها؟ بنات احلامي يعني بص، عايزها كده ايه، تكون جامده مدملكه كده، بطايه، شعرها اصفر الشقره، عينيها خضرا ملونه. عويل انت، لا مش محترف يا اسطى، ده انت عايز صغير يا اسطى. دي بقى خلطة بقى كل الشباب فتاة احلامهم نمطية وتضحية. طب ما تقول انت ايه فتاة لا احلامك؟ لا لا يابا، فتاة احلام ايه؟ اوعى تقرب من فتاة احلامي. فتاة احلامي انا ما بيجيش غير في افكاري وفي احلامي انا. لا انا غير خالص، انا مختلف. عايزه بيضه وشقره. شقره ايه يابا؟ انت في القاهره يابا، انت لو لقيت واحد عينها ملونه يبقى شكر الله سعيكم. عايزه شعرها اصحى اشوف كده الحريم في الفرح عامله ازاي، بيعملوا زي الكتاكيت الملونه اصلا. عايز واحده مدملكه لك ايه يا اسطى؟ ايه اللي بتقوله ده يا اسطى؟ هو انت بتشتري عربيه يابا؟ دي شريكه الحياه يا اسطى. فاهمين شريكه الحياه غلط يا جدعان. انا جاي اقول لكم بقى شريكه الحياه الابسل ليا. اتكلم بقى فتاة الاحلام. فتاة الاحلام دي يابا لازم تختارها بعنايه. اللي دي يابا انت متخلف زي باقي الناس. تتجوز عشان ايه؟ عشان متوصلش سن ال40 وانت ده سنجل. وصلت سن ال40 ده فيلم رعب للشباب كلها. انا عندي اوصل ل40 وال50 بس الاقي النوع ده النوع بتاعي. بص انا بفكر في جمال ولا جسم. انا يابا كبرت على الحاجات دي يابا. التامر بتاع زمان بتاع كان بيحب واحد شعر اصفر، لا ده كان صغير. دلوقتي كبرنا وعلينا كبر، الحمد لله ربنا هدانا على الحاجات دي. يابا عايز مواصفات عاديه يابا، 80 كيلو 90 كيلو. مهم بقى اهم حاجه الوزن تشيل، ماليش دعوه بالوزن. وتاني حاجة بقى الطول. لا لازم اختار واحدة في مستوى بين 150 و 160، يعني اقصر مني ب5 درجات، عشان حاجة وحشة قوي الطول ده اصلا. يا انا البس حاجة بكعب. مش مهم بقى بيضة مش بيضة، عايز حاجة قص. عايز قش؟ دي شيشه اصلا انت عايزها دي؟ يا جاهلي يا متخلف، قص مش شيشة، قص عارف اللي هو حاجات بيحطوها مرتبطين على الفيسبوك والتيك توك والحاجات دي، حاطين ايموجي مع ان راكبين بعض كده، حاجة غريبة قوي يا اسطى. هو ده القص، اليو اس دي بالانجليزي. عايز واحده هلاقيها في وقت الزنقه، مش وقت الزنقه لما اكون بتحبس هي تلم النفقه. وقتي عايز الحنان هلاقيها. الكلام التعبير اللي هو بيتقال في الاغاني ده. يعني مثلا عايز واحده علبه السجاير بتاعتي تكون فاضيه، اخد من علبتها. انت بتقول ايه يا اسطى؟ بتشرب سجاير؟ ايه لا مؤاخذة الكلمه يعني ده ما ينفعش. طبعا تشرب سجاير يا عم وماله، طبعا ما عنديش مانع اصلا. بقول لك علبتي تكون فاضيه اخد من علبتها يا اسطى. واجي كده ايه من الورشه الساعه 11 12 بالليل كده وانا على اخري بقى، وطالع بقى وايدي بقى متشحمه ومتلسلبه، وجاي اخش كده وهي قاعده بقى ماسكه الطبق وعماله تلف بقى وتقعد تصفي في سجاير كده، واخدها انا وهي على البلكونه بقى مشغلين فيروز ليالي الشتاء او اسلام كابونجا بس بقى، ونشرب السيجارتين بقى وكوبايتين شاي، نقعد نحكي. بس ده اللي انا عايزه من الدنيا. مش عايز بقى عيل بقى يقعد يقوف ميتين اهلي بقى وعايز بامبايز ويشخ ويدلدق ويزروت الدنيا اللي دماغ انت اصلا. شفت عجبتك ازاي؟ دماغ دي دماغ. طب انت عايز ايه يعني؟ بتعرف تطبخ ولا بخرة؟ اخر حاجه افكر فيها الاكل بقى، تطلع ست بيت تطلع بخره مش مهم يابا، علبه الكوشي بتاع كل يوم يابا وغفير الحواوشي مش مهم، يقضي الغلط يا اسطى. بس اهم حاجه البلكونه كوبايتين الشاي والسكرتين وفيروز وسلام كابونجا، ده اللي انا عايزه بقى. في اخر الشهر تبقى بخيره معفنه كحيانه، في اول الشهر بقى بزخ وفرحه وهنا. طب ما تخرجها بقى، هتخرجها ليا في مطاعم مشهورة كده وكافيهات محترمة لا يابا. ستاربكس وقصدي التاج والحاجات دي اصلا ولا ايه؟ ده اماكن الفرافير يابا، اماكن انت تعالي في الثانويه العامه، تعالي في الجامعه اللي مصاحبين جداد. يابا احنا مش عيال صغيره. ايه يابا في وسط البلد دي يا اسطى عارفها؟ ايوه اللي بتقعد فيها انا والشله، هي الشيشه وانا شيشه وكوبايتين عناب، ونلعب انا وهي دومنا بقى ودش وشيش وشياك والحاجات بس يابا بقى. يابا مش انا في الفشخره الكدابه، طالع ايه وبتاع يابا. الدنيا تمام، الدنيا في المنط والاستقانياس. وبص بقى انا اثبت لك ان انا رومانسي وحبيب وعشي وعنتيل. ليها عندي كل فالنتاين جاب لها بوكس كده كبير، وليها عندي كل فالنتاين رغيفين حواوشي 3 فول واتنين طعميه ومزود مخلل. ايوه يا اسطى التشكيله دي يابا عارفه بكام دلوقتي يابا؟ 250 جنيه مستريح، يعني دي هديه للعشاق. او ممكن اخصم الطعميه واجيب لها كارت شحن، نقعد نرغي بيها بعضنا طول اليوم بقى. ده اخر في الفالنتاين. تقول لي بقى معرفش ايه، لا 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 لا، هو ده فالنتاين.
وعايزة بقى ان شاء الله بقى لو ربنا وفق بقى وكتبنا الكتاب وعلينا الجواب بقى وفتح علينا الباب واتجوزنا خلاص، فكرة الخلفة دي تلمها من دماغها، ما تقولش بقى زي البنات بقى وعايز اكون امي بقى واحس احساس الممومة وهشيل العيل وهشتكه بقى وابقى ماما ومعرفش ايه الكلام الهبق ده اللي مفيش منه غير وجع القلب ده. لازم اتجوزها اقعد اول 10 سنين كده عايز استمتع معاها بالحياة، مش اول سنة الاقيها فجأة بتقول لي خد العيل فين انا لحقت يابا اقعد 8 شهور كده. اصل بيني وبينك يا اسطى لما بتيجي العيال بتدمر ام العيال، يعني العيال بتيجي بتلهيك عن ام العيال. اصلا من فتره كده لما رحت ازور ابويا في السجن بيقول لي انا اتجوزت يا امك كنت واخدها ليلى حلو، بعد انت ما جيت كده في وشنا اتحولت لكروان مشاكل. والله لا يا اسطى اوعاك من ابويا لما تكون قاعد محشش بقى وسط القعده كده والحاشيه، هو فاضل له سنه كده وهيخرج او 5 شهور كده يعني لو قاعد منتظر. اقول لك يابا بتتجوز الواحدة تتجوزها جورجينا حلوة كده مدلكة جميلة، تجيب العيال بقى بتتحول لسوزي. انت متخيل التحول وصل لفين؟ تقعد تجعر بقى تقول لها الشارع اللي وراها اعملها في معهد الهندي فجرة، تقول لها هات لي السيجارة امك حمارة، تدي الكلمة تديلك 10. طبعا الحاجات دي بتشغل في الطلاق والخوالع بقى واللازم منه بقى والنفقه ومش نفقتي والشقه ملكي وعلى ايه الدوشه دي يابا. ايه دي المواصفات بتاعتي؟ السن بقى يعني اخر حاجه 26 25 24 20 19 بس كده. لا مش انا في ال 18 لا كل ده عيال صغيره واللي هم بيلبسوا الطرحه الغريبه دي والطب الاسود والبتاع اللي عاملين زي كده حرير كده عامل زي لبس التيت بتاع الرقاصين اللي هو عارف الموضه دي. اخر حاجه 19 مواليد 2006 2007 باين ده اخري. موضوع تاني لا انا ورايا مشوار متلت لسه مشوار بقى اجيب موتور بقى بالسبتية مشوار كبير لسه اعدي على ولا هيكا اديله معرفش بتاع كده كيس كان مدوني امبارح هديهوله معرفش كيس ده في بودره ولا ايس هديهوله عشان ارخص منه عشان الحكومه مرشقه عليها هنا. ده كان كلام برجوله من اخوكم وسط طماع. عايز حاجه؟ سلام.